تعالوا نعمل أكلة خفيفة وسهلة وبسيطة، مش هتاخد في تحضيرها 10 دقايق، وبتستوي بسرعة وصحية لذيذة، طعمها جميل جدا، ان شاء الله هتعجبكم. والطريقة بتاعتها مفيش أسهل من كده، يعني مفيش أسهل من كده. حاجات مكونات بنجهزها، ندخلها الفرن تستوي، ما بتاخدش مننا وقت، والطعم بجد لذيذ جدا. في صينية هنا، اي صينية عندك بقى بتدخل الفرن. جبت عندي كيلو من صدور الدجاج، قطعتهم مكعبات، وحطيت كده على جنب شرايح من الجزر، وكمان مكعبات من البطاطس، وفلفل الوان بقى اخضر واحمر، عندك اصفر حطي، عندك اخضر بس حطي، وبصلتين قطعتهم كده مكعبات صغيرة، وحطيت كده معلقة من الثوم المفروم. على جنب بقى هجيب بولة واحط فيها كوباية من المية السخنة، وعليها معلقة من الصلصة، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. وهحط على المكونات دي كلها حوالي نص كوباية او ربع كوباية من زيت الزيتون. طبعا لو مش عندك زيت زيتون حط زيت نباتي. كمان حطيت معلقة من الملح. اقلب بقى كل المكونات اللي انا حطيتها دي كلها كده على بعض، ادوب الملح واخلطه كويس مع المية وزيت الزيتون والبهارات. ولو حابة تضيفي اي بهارات تانية ضيفيها. هاخد بقى الصوص اللي احنا عملناه ده وهضيفه على الفراخ بتاعتنا اللي احنا حطيناها في الصينية مع الخضار. ولو حابة تضيفي اي نوع خضار تاني، كوسة، بروكلي، اللي انت عايزة تضيفيه كمان عليهم ضيفيه، واقلبهم كده تقليبة كويسة علشان اضمن ان الخضار والفراخ وصل لهم الصوص اللي احنا عملناه ده مع بعض. نقلب كده، وبعدين هجيب ورق فويل واغطي الصينية كويس، واحكم القفل يعني عليها، وعلى فرن ساخن على درجة حرارة 200. هندخل الصينية الحلوة دي، مش هتاخد مننا في الفرن نص ساعة او 35 دقيقة بالكتير، وهتلاقيوها استوت. الخضار بتاعنا كله استوى، طبعا الفراخ استوت، وبرضو الصوص اللي احنا عملناه انا ما خليتش الفراخ شربته كله، سبت شوية من الصوص علشان وانت احنا بناكل تقدري تعملي جنبها شوية رز، شوية سلطة، او لو رز بس وكده مع الخضار، يبقى كده اكلة كاملة متكاملة، طعمها لذيذ، ما خدتش مننا وقت. يا رب تجربوها وتعجبكم.